المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة الزراعة تقدم معلومات حول أوضاع الأمطار. جهود لضمان تأمين المياه الصالحة. نمو الثروة الحيوانية في العدد والتنوع في مديرية تسني. غرق وفقدان ما يقرب من 250 شخصا في انقلاب قارب بالكونغو. مناورات روسيا بيلاروسية وقلق غربي متصاعد. والصين تستنكر إبحار سفن حربية أمريكية وبريطانيا عبر مضيق تايوان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مكتب العلاقات العامة في وزارة الزراعة أن هطول الأمطار هذا العام كان جيدا نسبيا ومن المرجح أن يستمر. وأوضح مسؤول وحدة الأرصاد الجوية الزراعية بالوزارة السيد تخستي ولد جبريل أن توقعات هطول الأمطار الصيفية من يونيو إلى سبتمبر 2025 أشارت إلى أن معظم مناطق البلاد التي تشهد هطول أمطار صيفية سيكون لها فرصة بنسبة 55% لهطول أمطار طبيعية وفوق المعدل الطبيعي. وبالمقارنة مع التوقعات أرسلت 261 محطة لقياس الأمطار من أصل 212 محطة في أنحاء البلاد بيانات هطول الأمطار، مضيفا أن الأمطار كانت موزعة بشكل جيد على مستوى البلاد. ودعا المزارعين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإدارة المياه ومراقبة حقولهم بشكل صحيح، حيث تشير التوقعات الأسبوعية وأوضاع هطول الأمطار على أرض الواقع إلى أن الأمطار ستستمر في سبتمبر. دعت وحدة إدارة جودة المياه بوزارة الأراضي والمياه والبيئة إلى العمل المنسق للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة لضمان نظافة وجودة المياه. وأوضح مسؤول الوحدة السيد إفريم تفري أن الوحدة تقوم بأنشطة مسح الموارد المائية والبحث والمراقبة، وكذلك تقديم شهادات الجودة بالتنسيق مع الفروع التابعة لقسم الموارد المائية. وأضاف أن الوحدة ستقوم وفقا لتوجيهات قسم موارد المياه بتقديم المشورة الفنية والمهنية وحملات لتطبيق الإرشادات الصادرة لحماية المياه السطحية والجوفية من التلوث. وقال إن عمليات تفتيش تجري في بيشا منذ عام 2014 وفي أسمرة ووزارة منذ عام 2017 لتقييم أثر التعدين في محيط السدود الاستراتيجية والمناطق المكتظة بالسكان. وأكد الخبراء أو الشباب المشاركون في الوحدة أنهم سيقدمون إسهامات مهنية لضمان سلامة وجودة المياه. أفاد مسؤول وحدة الثروة الحيوانية السيد إلياس مناسي أن الثروة الحيوانية تشهد نموا ملحوظا كما ونوعا في مديرية تسني. ويعرف أن المديرية تتمتع بأكبر عدد من الثروة الحيوانية، حيث يبلغ 97 ألف رأس من الأبقار و245 ألف رأس من الأغنام و76 ألف رأس من الماعز وأكثر من 5000 رأس من الإبل، بالإضافة إلى 7700 رأس من الحمير، بإجمالي حوالي 350 ألف رأس من الحيوانات الأليفة. وذكر أن إنتاج الحليب واللحوم منخفضة من حيث أعداد الماشية، وحث المزارعين على العمل معا لتنفيذ البرامج لتلبية الطلب من خلال معرفة عدد الماشية بوضوح، وتجهيز المراعي الكافية ومصادر المياه، وضمان توفير الأدوية بكميات كافية. وأضاف أنه من الضروري تجمع وتنظيم المزارعين ضمن جمعيات تعاونية لتنسيق وضمان النتائج المرجوة من خدمات التطعيم التي تعمل على ضمان صحة الثروة الحيوانية. كما يجب على منتجي الثروات الحيوانية الامتناع عن استخدام الأدوية التي لم يوصى بها الأطباء المختصين ولم يتم التحقق من مصدرها وجودتها، مذكرا أنه يجب الامتناع عن تناول حليب أو لحوم الحيوانات المريضة وعدم استعمال حليبها أو لحومها لمدة 21 يوما قبل التطعيم.
من جانبهم أكد الرعاة والمزارعين أنهم يحصلون على نتائج جيدة من برامج التطعيم الموسمية على صحة وإنتاجية مواشيهم بالتعاون وإرشاد المختصين الزراعيين. قامت إدارة مديرية صنعاء بالتعاون مع مكاتب التعليم ومكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بتوزيع جوائز سويرة على 71 متفوقا من منتسبي الدفعة 37 للخدمة الوطنية الذين حصلوا على درجات عالية في امتحان شهادة الثانوية الوطنية. وفي الحفل الذي أقيم يوم أمس 12 من سبتمبر قال مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد إنه من الواجب الأخلاقي تكريم الطلاب المتفوقين والاعتراف بإنجازاتهم، موصيا إياهم تجنب السلوكيات السلبية التي تعيق تقدمهم الأكاديمي والمهني. وذكر أن البرنامج يلعب دورا في تحسين التحصيل الجامعي والأداء الأكاديمي للطلبة من خلال غرس الاجتهاد والروح التنافسية البناءة في نفوسهم، ودعا الطلبة إلى تكثيف جهودهم للتفوق في دراستهم الجامعية المقبلة. وأشار مسؤول عملية التعليم الأستاذ برهان يوهنس إلى أن هذا الإنجاز هو نتيجة مشتركة لجهود الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وحث مدير مديرية الصنعاء السيد إدريس علي الشكر الأطراف المعنية للتعاون في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العملية التعليمية وتأثر على أداء الطلاب الأكاديمي، مذكرا أن برنامج الحوافز هو جزء من المبادرات التي يتم اتخاذها لرفع كفاءة التعليم والطلاب. من جانبهم أعرب مكرمون بالجوائز عن امتنانهم للدعم والترحيب من أولياء أمورهم ومعلميهم، متعهدين بالعمل الجاد لمواصلة رحلتهم التعليمية والمهنية بنجاح. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. بكم على الصعيد العالمي. قالت السلطات الكونغولية أن قاربا يقل نحو 500 راكب اشتعلت فيه النيران وانقلب في شمال غرب الكونغو، مما أسفر عن مقتل 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين في ثاني حادث مميت للقوارب بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الشؤون الإنسانية الكونغولية في تقرير بأن الحادث الأخير وقع في نهر الكونغو في منطقة لوكويليلا بمقاطعة أكواتور، وجاء هذا الحادث بعد يوم من مقتل 86 شخصا وفقدان عدد آخر في حادث قارب منفصل بالمقاطعة لتصل حصيلة الوفيات إلى 200 شخص تقريبا. كما لم يتضح سبب الحادث على الفور، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية أرجعته إلى التحميل غير المناسب والملاحة أثناء الليل، واستشهدت بتقارير من مكان الحادث. باشرت روسيا وحليفتها بيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة واسعة وسط قلق غربي متصاعد، خاصة من قبل دول حلف الشمال الأطلسي الناتو، بعد أيام قليلة على انتهاك مسيرات يعتقد أنها روسيا المجال الجوي لبولندا المجاورة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية تشمل هذه المناورات عمليات تتعلق بإدارة الوحدات العسكرية في إطار الرد على أي عدوان وتوجيه القوات إلى استعادة وحدة وسلامة أراضي روسيا وبيلاروسيا. وتحمل المناورات اسم غرب 2025 في إشارة إلى أنها تجري غرب حدود التحالف الروسي البيلاروسي، إضافة إلى بحر بارنتس وبحر البلطيق، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل. استنكر الجيش الصيني إبحار سفينة حربية أمريكية وأخرى بريطانية عبر مضيق تايوان، قائلا إنه أمر القوات البحرية والجوية بمراقبة السفينتين وتحذيرهما. وقالت قيادة الجبهة الشرقية للجيش الصيني أن المدمرة الأمريكية هيجينز والفرقاطة البريطانية ريتشموند ضالعتان في إثارة المشكلات والاستفزاز. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن الإبحار إجراء روتيني
وأضافت: أينما تعمل البحرية الملكية فإنها تفعل ذلك مع الامتثال الكامل للقانون والأعراف الدولية وتمارس حقوق حرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولم يرد الجيش الأمريكي بعد على طلب رويترز للتعليق، وكانت سفينتان حربيتان إحداهما كندية والأخرى أسترالية أبحرتا الأسبوع الماضي أيضا عبر المضيق. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون قال إن بلاده ستطرح سياسة التطوير المشترك للأسلحة النووية والقوى العسكرية التقليدية خلال اجتماع مهم مقبل للحزب الحاكم. وأضافت الوكالة نقلا عن كيم خلال تفقده مراكز أبحاث أسلحة أن المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري سيطرح سياسة المضي قدما في بناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية في آن واحد في مجال بناء الدفاع. وتأتي هذه الموجة من النشاط المحلي لكيم في أعقاب زيارته لبكين هذا الشهر لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون واجتماعاته مع قادة مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي عززت مكانته الدولية. مشاهدينا الأكارم، نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة الزراعة تقدم معلومات حول أوضاع الأمطار. جهود لضمان تأمين المياه الصالحة. نمو الثروة الحيوانية في العدد والتنوع في مديرية تسني. غرق وفقدان ما يقرب من 250 شخصا في انقلاب قارب بالكونغو. مناورات روسيا بيلاروسية وقلق غربي متصاعد. والصين تستنكر إبحار سفن حربية أمريكية وبريطانيا عبر مضيق تايوان. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.